كان مضحوك علينا السنين دي كلها وفاكرين ان شجره الكريسماس فكره جايه لنا من اوروبا؟ طلع الكلام ده غلط، طلع ان اوروبا هي اللي واخده الفكره دي مننا، لان شجره الكريسماس دي اصلها مصري. المصريين القدماء هم اول شعب في العالم يحتفل براس السنه، واقدم تقويم عرفته البشريه هو التقويم المصري القديم، وكان بدايه السنه فيه معناها بدايه موسم الزراعه. بعض المؤرخين بيقولوا ان فكره شجره عيد الميلاد ارتبطت باسطوره شهيره جدا في الحضاره المصريه القديمه، اسطوره ايزيس واوزوريس. لما اوزوريس اتقتل غدر طاف الجثمان بتاعه في البحر لغايه ما وصل للبنان، ونبتت حوالين التابوت بتاعه شجره الارز لحد ما زوجته ايزيس لقته في الاخر ورجعته للحياه مره تانية بشكل مؤقت، خلفت منه ابنهم حورس اللي انتقم من اللي قتل ابوه اوزوريس. المصريين القدماء اخذوا فكره الشجره بقى دي اللي كانت شاهده على موت اوزوريس ورجوعه للحياه مره تانية كرمز للحياه الابديه، وبقوا مع بدايه كل سنه جديده يزينوا البيوت بتاعتهم بغصون الاشجار، بس ما كانش اسمها عندهم وقتها شجره عيد الميلاد، كان اسمها شجره الحياه، وما كانوش بيقولوا لبعض هابي نيو يير، كانوا بيقولوا سنه خضراء عليك.